احنا ساعات بنشوف قراءة القرآن على انها حاجة كبيرة جدا ومحتاجة وقت طويل، بس الحقيقة غير كده خالص. تخيل لو خصصت 5 دقايق بس كل يوم تقرأ فيهم القرآن، هتفرق جدا في حياتك والله، وعن تجربة سبحان الله هتلاقي ال5 دقايق دول حصل بركة في يومك كله. هتهدي قلبك، هتنور طريقك، هتغير يومك. مش عايزين يا جماعة الدنيا تلهينا وننسى حق ربنا علينا. يا ريت زي ما بنهتم نشرب وناكل ونروح شغلنا، ما ننساش حق ربنا علينا. كل اللي انت هتعمله 5 دقايق بس من يومك هتقرأ فيهم القرآن. هتحس كل آية انت بتقرأها هي جرعة نور وراحة وطمأنينة. ابدأ من دلوقتي، حتى لو آية واحدة أو آيتين. عايز تقرأ صفحة؟ حلو، ابدأ بالقليل، بس أهم حاجة تواظب عليه. أهم حاجة يكون عندك ورد يومي، لأن يا حبايبي القرآن ده رسائل من ربنا سبحانه وتعالى لينا، بنتعلم حق ربنا علينا. في حاجات بنكون فاهمينها غلط، القرآن بيعلمنا الصح. صدقوني القرآن هيظبط حياتنا. لو انت بتعمل معصية هتلاقي نفسك بعدت عنها. لو انت حاسس ان الدنيا حملها تقيل عليك، والله القرآن هيخفف كل حاجة عليك. جرب من النهاردة وابدأ ب5 دقايق بس، وشاركنا في التعليقات ايه اكتر آية لمست قلبك. لو الفيديو عجبكم ما تنسونوش باللايك وتشتركوا في القناة عشان نكمل رحلتنا، رحلة نور مع ياسمين.